واخيرا بتنتهي اهم مباريات الدور الاول على الاطلاق ما بين بطل الدوري المصري واقرب منافس ليه على الصدارة، بفوز العملاق الاحمر بهدف للا شيء وينفرد بالصدارة رسميا رافعا شعار متصدر بس كلمني عادي انا مش معقد. كابتن حسام البدري لعب بتشكيل 4-2-3-1، ايوه مش 4-4-2، والله اجاي مش مهاجم. في حراسة المرمى وحش افريقيا، باك يمين محمد هاني، حجازي وسعد قلبين دفاع، علي المعلول بقاله كام ماتش باك شمال، قدامهم الجوكر وحسام عاشور، قدامهم عبد الله السعيد على يمينه ومتمسمر لتحت وليد سليمان، وعلى شماله وحر بيتحرك في اي مكان هو عايزه جونيور اجاي، وراس الحربة مروان محسن. على عكس كل ماتشات الاهلي اللي فاتت، النادي الاهلي نزل متحفظ، مش هو اللي بيبادر بالهجوم، بالعكس كنا نازلين مقفلين وبنلعب على المرتدات غير المباشرة، او بمعنى ادق اول ما تقطع الكورة العب الطولية قبل المقصة ما ترتد. الكرة الطولية دي اتكررت حوالي 4 مرات في الشوط الاول، وبسم الله ما شاء الله الاربع كور اتحسبوا اوفسايد. كان فيهم فعلا واحدة او 2 ينفع نقول عليهم اوفسايد، والاتنين التانيين ما فيهمش ريحة الاوفسايد، بس تمام يعني احنا مش بنتحجج بالحكام زي ناس مهددة انها تنسحب من الدوري كالعادة زي ما انتم عارفين. في الدقيقة 19 عملنا هجمة نادرة كده هوت وحيدة من ناحية اليمين عند محمد هاني اللي عرضها فجت في ايد لاعب المقصة، وابراهيم نور الدين ما ترددش في انه يحسبها بنالتي، ومستر اسيست نفذها بشكل ولا اروع. الحمد لله على سلامة ضربات جزائك يا عبد الله. نتج عن التحفظ والتقفيل اللي كان عامله كابتن حسام البدري ده ان نسبة الاستحواذ على الكرة كانت عالية جدا لصالح المقصة، ولكنه كان استحواذ سلبي بحت، لان كابتن حسام البدري كان قافل على كل مفاتيح المقصة المتمثلة في اجنابها وعمق ملعبهم. في الاجناب مثلا وليد سليمان كان واخد فرمان بانه ما يفارقش محمد هاني ناحية اليمين وما يتقدمش خطوة واحدة لقدام، وفي الجنب التاني اجاي كان طالع نازل مع علي معلول ومايل عليهم احمد فتحي من نص الملعب، وفي العمق كان لازق احمد فتحي وحسام عاشور في حجازي وسعد سمير، وردم اي مساحة كان من الممكن ان المقصة تستغلها، وكان اي لاعب من المقصة بيمسك اي كورة بيضغط عليه على الاقل 2 لعيبة من الاهلي، فكان من المستحيل حرفيا بناء هجمة صحيحة، اللهم الا الكرة اللي عدت من ناحية معلول اللي مش في حالته خالص وجات لاحمد الشيخ وصدها اكرامي. من الاخر نقدر نقول ان كابتن حسام البدري كسب الجولة الاولى بامتياز على ايهاب جلال برغم قلة الاستحواذ وقلة الفنيات عند لعيبة الاهلي. الجولة التانية بدأت بتغيير بسيط في التعليمات للعيبة مش في التشكيل. وليد سليمان مثلا اتحرر شوية من المسمرة اللي كان فيها ناحية اليمين، وفتحنا خطوطنا نوعا ما وبدأنا نلعب كورتنا المعروفة من نقل لبناء هجمات، وده نتج عنه فرص خطيرة لينا بس ضاعت وركنيات ما استغلناهاش. وبدل ما كنا منكمشين وبنضغط على الكورة في نص ملعبنا بقينا بنضغط بكثافة عالية جدا من عند 18 المقصة، وده كان سلاح ذو حدين. الحد الإيجابي إن إحنا عملنا خطورة على المقصة وكنا نقدر نزود غلتنا من الأهداف وده ما حصلش، والحد السلبي إن إحنا فتحنا خطوطنا للمقصة اللي جات لهم كام كورة بلغة الكورة كده شموا نفسهم هجوميا بعد ما زهقوا في الشوط الأول وكانوا قريبين جدا من إنهم يتعادلوا لولا ستر ربنا. المقصة بقيادة إيهاب جلال استغلت الانفراجة الهجومية دي بإنهم ما يبطلوش ضغط لغاية آخر ثانية من الماتش على الأهلي، وفعلا ربنا كافئهم ببنالتي كسبوا المزعج جدا طول الماتش أحمد الشيخ اللي وقف كل أهلاوي ضامن الماتش على أعصابه لغاية ما إكرامي الفايق جدا الموسم ده صد البنالتي وجاب ال2 بونت اللي كانوا هيروحوا في الهوا دول في ثانية. كابتن حسام البدري عمل تغييرين في الماتش ده، الأول هو خروج المنحوس مروان محسن ونزول كريم ندفد وحطه مكان أجاي، ودخل أجاي كراس حربة أساسي مكان مروان اللي خرج علشان يساعده في تغيير تعليماته اللي احنا قلنا عليها في الشوط الثاني. والتغيير الثاني هو نزول مؤمن زكريا مكان وليد سليمان في الدقيقة بعد 90، وده كان هدفه تضييع الوقت لا أكثر ولا أقل. وعموما الماتش ده ينفع يتقال عليه ان هو كان ماتش حسام البدري ضد إيهاب جلال مش الأهلي ضد المقصة، علشان دي كانت مباراة تكتيكية بحتة الفنيات فيها كانت قليلة جدا، والهدف منها واضح هو عدم الخسارة أولا وبعدين تحقيق المكسب ثانيا، وده أعتقد إن كابتن حسام البدري نجح فيه وفي تحقيقه وأخد ال3 بونت بغض النظر عن الأداء الفني للعيبة جوه الملعب. نتكلم بقى واحدة واحدة مع أصحاب عقول العصافير.
هل الحكم لو مرتشي واهلاوي وكل الكلام الفتة اللي انتوا بتقولوه ده كان هيحسب بنالتي للمقصة في اخر ثانية علشان يضيع نقطتين على فرقته الاهلي ما يتعوضوش؟ ها، ردوا عليا. بلاش نتفق مع بعض على حاجة، لو الكورة ما جاتش في ايد اللاعب يبقى ابراهيم نور الدين ده ظالم واهلاوي وكل الحاجات الحلوة اللي انتوا قلتوها، ولو جات في ايده يبقى البنالتي صحيح. ايه رأيكم؟ يلا نسمع الكليب ده. محمود من فضلك قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. الكرة جت في ايدك ولا ما جاتش في ايدك؟ بس يا كابتن مدحت اقول حاجه قبل ما اقول لك بس انت تحت القسم دلوقتي، خلي بالك انت تحت القسم اللي قدام ربنا. ايوه اكيد طبعا. جاوبني انت بقى، انت اللي تجاوب دلوقتي. ايوه الكرة جت في ايدك يا كابتن مدحت. جاوبني انت بقى، انت اللي تجاوب دلوقتي. ايوه الكرة جت في ايدك يا كابتن مدحت. جاوبني انت بقى، انت اللي تجاوب دلوقتي. ايوه الكرة جت في ايدك يا كابتن مدحت، ما تتحسبش. جت في ايده بس مش ملعوبه عرضيه بسرعتها وصلت اتجاهها ولا زي ما لعبها محمد هاني زي ما راحت، لان هو بيبعت لي على اساس ايه يقول لي الكرة جت في ايدك ولا لا. طيب يعني انت دلوقتي تحت القسم قلت ان الكوره جت في ايدك. الكرة جت في ايدك يا كابتن مدحت. انا بحترم صراحتك ورجولتك ان انت قلت ده على الهوا، ده شيء يحسب ليك يا محمود، يحسب ليك. ما تحسبش بقى. ربنا يخليك يا محمود وبالتوفيق يا حبيبي، بشكرك. ربنا يخليك ربنا يخليك. بشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا كده. اخيرا مبروك على مكسب ماتش المقصة اللي زي ما قلت لكم قبل كده اهم ماتشات الدور الاول كله، لانه اطاحة مباشرة باقرب منافسينا وخلانا نتصدر رسميا بفرق 7 بونت عن المركز الثاني حاليا. الاهم من مكسب النهاردة هو انهاء الدور الاول كله بدون هزيمة او تعادل، لان التعادل بالنسبة للاهلاوية هزيمة. مكسب الكام ماتش الجايين دول هيفرقوا معانا جدا وهيريحونا. الدوري يا اهلي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك وشير في الخير علشان توصل لأكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناة لو انت جديد علشان تشوف الجديد أول بأول، ولايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك. ولو عاوز توصل لي هتلاقي كل اكونتاتي الشخصية وصفحة البرنامج في صندوق الديسكريبشن تحت. كان معاكم هيما تيوب، واوعوا تنسوا انشروا الإيجابية. سلام.